بقلب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وستر من رب العالمين. احنا هنعمل حاجة النهاردة احلى عظمة واخر حاجة جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله. وحاجة كده احنا ما اكلناهاش من زمان قوي قوي قوي، من ايام امهاتنا ما كانت بنخبز كده قدام فرن القش، ولما نقوم بعدها بشوية نخبز لما يعني ايه، بعد مرور الزمن كده خبزنا في فرن الغاز. ويعني كل مدى الزمن بيتطور شوية بشوية، وحاجة كده من ريحة الأرياف وأكل الأرياف والحاجة الحلوة الجميلة اللي كانوا كل يوم الصبح يعملوها. ولازم ده كان مقدس عندهم يوميا، الأبابير، أبابير ببيض، أبابير بسكر، فطير مشلتت. كل الأرياف كانت كده زمان. احنا عايزين نرجع بالزمن الحلو ده شوية ونعمل أبوريان كده حلوين ببيض وأبوريان بسكر. ودي كانت فطيرة مشلتتة، عملتها كده وركنتها على جنب معاكم. هنخش بقى على ايه، على المقادير بتاع الابابير ونشوف احنا هنعملها ازاي، لان الفطير المشلتت انا عملته معاكم كتير قبل كده، فما عملتوش معاكم يعني الوقت. لو عايزين الطريقة بتاع الفطير المشلتت ادخلوا على المقادير بتاع الفطير عندي على القناة وهتلاقوها ان شاء الله. معانا هنا كيلو دقيق هننزل بكده في العجان، ودي نص كوباية مية دافية هندوب فيها بس الخميرة والملح والسكر. هندوبها كده بنفس النظام ده كده وتقلبيها. ممكن تحطها على العجين عادي، بس انا بحب ان انا اقلبها كده. كيلو دقيق احط عليه معلقتين سكر، معلقتين خميره، ونص معلقه ملح، وهتدوبيهم بالطريقه دي في نص كوبايه ميه. وهنزل على الدقيق الوقت بيهم، عايزه تنزلي على الدقيق على طول بيهم ماشي، لكن انا الوقت بدوبهم عشان ما يبقاش فيه حته سكر في ناحيه وحته ملح تبقى حادقه في ناحيه تانية. بحب ان انا ادوبهم في شويه ميه دافين كده، وندي تفاعل للخميره مع السكر، مع المية الدافية الاتنين هيدوا تفاعل حلو مع بعض. وهنيجي في نفس الكوباية برضو بشوية مية وتقلبيها كده عشان لو لسه فيها خميرة او سكر او اي حاجة في الارضية تتقلب بالطريقة دي كده. وهنعجنهم بقى عجن حلو. يعني إيه عندك كيلو دقيق زي ده ومحتارة انت عايزة تعملي اكل ايه لعيالك النهاردة، ده معلقة زيت يا جماعة، معلقتين زيت كده عشان الم بهم العجين. افتكري كده ايام ما كنت بتقعدي مع امك وهي بتخبز، مع جدتك وهي بتخبز، واعملي لقبور يا ماما او كده. فاحنا كلنا كنا كده، كلنا كنا بنحب يوم الخبيز ده عشان ان احنا نتجمع ونقعد ونعمل ابابير وناكل كده جنب امهاتنا ربنا يديهم الصحة يا رب، وهما بيخبزوا وهما بيعملوا الحاجات دي كده. هنغطي عليها بالطريقة دي علشان تخمر. هتسيبيها يعني تبع ما تخمر معاكي بقى، تبع الجو. لو الجو ساقعة تاخد معاكي ساعة، لو ما هي ساقعة هتخمر معاكي على طول. شفتوا طرحتي بقت حلوة ازاي؟ ده علشان كنت نزلت الأوضة اللي تحت عشان انضف كده مطرح ما احنا هنقعد ونخبز الأبابير بتاعتنا. قلت ايه، ادي للأوضة تنفيضة كده وكنسة على السريع علشان لما نقعد في الحتة نضيفة دايما يبقى مزاجنا كويس ونعرف نطلع الحاجة ممتازة. دايما اقول لكم روقوا مطبخكم قبل ما تشتغلوا، وروقوا المكان اللي انتوا هتقعدوا فيه برضو قبل ما تشتغلوا عشان تحسوا براحة نفسية. يعني راحة نفسية كويسة اما تقعدي في المكان نظيف. شوف انا شديت الفرن ازاي، ايوه، ولا الانبوه كله بايد واحدة خليكي قوية زي كده وقومي تنشطي واعملي ابوريان لعيالك بالطريقة دي. وامسحي حتتك ونضفيها. عارفة ان كل الاماكن عندكم جميلة وبسم الله ما شاء الله زي الفل، بس احنا بنشجع بعض يا جماعة. مسكت الحتة كده، شفتوا الفتلة بتاعتي خانتني واتقلع، بس يلا هركبها مش هسيبها برضه، ولا هسيبك ولا عمري هحل عنك جيت كده نضفت الحتة بالطريقة دي وشوية كلور وبفجرة ونضفتها عشان لما افرش واقعد كده ان انا اعمل ابابير. كل ده والابابير بتاعتنا بتخمر في الناحية التانية، احنا مغطيين عليها وسايبينها تخمر. فاحنا مسكنا الصواني بتاعتنا غسلناها ونضفنا الحتة اللي احنا هنقعد فيها وفرشناها وبقت زي الفل اهو، وشدنا الفرن بتاعنا علشان ان احنا نقعد ونبقى ايه، مزاجنا حلو كده. شفتوا طرحتي؟ انا زعلانه من طرحتي قوي ده يا جماعه، محدش يقلس عليا لان ما كنتش شايفاها الا بعد ما الفيديو ما خلص. لو كنت شايفاها كنت غيرتها. دي الفطيره المشلتت، انا ما جبتش طريقه عجنه معاكم لان انا عاملاها معاكم كم مره قبل كده، بس قلت اما افردها معاكم عشان تشوفوا طريقه الفرد. الفطير المشلتت هتحطي للكيلو ميه، انا هشرح لكم كده بس ما جبتهاش وانا بعجن. هتحط لك كيلو ميه، لك كيلو ميه برضو يعني قلت لكم لك كيلو ميه مرتين معلش يا جماعه لسه قايمه منه. هتحط لك كيلو دي كوبايتين ميه. الفطير المشلتت الكيلو دي بياخد كوبايتين ميه، تعجنيه عجين جامد، وخمس معالق سكر،
وذرة ملح بسيط عشان يطلع معاكي فطيرة مورقة وتبقى بالجمال ده. ده بقى سمنة بلدي على زبدة على سمنة عادية، يعني انا بعمل الميكس ده كله مع بعض كده للفطير المشلتت على قشطة، سمنة بلدي على قشطة على زبدة على سمنة عادية، بعملها للفطير المشلتت. دايما ده المادة الدهنية اللي انا بورق بيها الفطير المشلتت بتاعي. وتلميها كده وشفت العجينة سلسة معاكي وجميلة ازاي وبتمط زي الاستيك، ولا اتقطعت ولا اتبهدلت ولا اي حاجة. دي بسبب ايه؟ ده بسبب ان احنا عجنين العجينة بتاعتنا كويس. الفطير المشلتت ما هو الا عجين، عجنتيه كويس هتاخدي منه احلى نتيجة، لكن ما عجنتوش كويس هتلاقيه اتقطع منك وتبهدل وبهدلك انت شخصيا معاه، وهتبقى نفسيتك مش كويسة بقى عشان الحاجة انها طلعت وحشة منك. فدايما اخدمي العجينة بتاع الفطير المشلتت عشان تطلع معاكي بالحلاوة دي. هنجهز بقى عشان احنا دلوقتي هنقعد نقرص. العجينة بتاعتنا خمرت وبقت زي الفل، تعالوا بقى عشان نقرصها مع بعض. ده بيض بس انا هعمله معاكم دلوقتي بس بعد ما اقرص الخميرة، عشان هنحط في الابابير بتاعتنا بيض، والابابير التانية هنعمل فيها سكر بسمنة بلدي. حاجة دخلت في صبعي وقاعدة ابص في صبعي اشوف ايه اللي دخل في صبعي ومانيش عارفة هو ايه اللي دخل بالظبط. انا غلفت الترابيزه دي كده مع انها نظيفه وكل حاجه، بس يعني وسواس عندي كده، والله هي نظيفه يا جماعه بس انا موسوسه شويه. غلفتها كده بورق استرتش، لو موجود عندك عايزه تغلفي كده غلفي، لو مش موجود خلاص، بس انا غلفتها يعني عشان ان انا ادي نفسي او يطمئن قلبي بمعنى اصح ان هي نظيفه وان انا اشتغل عليها بحاجه نظيفه. وهنقرص الابابير بتاعتنا كده. دايما خلي تقريصة الابابير بتاعتك مسنودة شوية، ما تخليهاش صغيرة. كل ما الابور بتاعك هيبقى صغير كل ما هتلاقيه رقيق، مش هيديكي السمك الحلو اللي بيبقى في قلب الابور وبيبقى غرقان بقى بالسمنة البلدي والسكر كده. هيبقى رقيق وينشف منك في الفرن. فدايما خلي العجينة بتاعتك تكون سميكة شوية او تكون كبيرة شوية في التقريص. قرصنا العجينة بتاعتنا كلها اهي، وعندي كده المشمع الرول ده بقطع منه حتت كده على قد الغطا، وبعين الباقي بشيله في مكان نضيف علشان يبقى نضيف كده في جنب. وهنجينا نعمل ايه؟ هنعمل البيض بقى اللي احنا هندخله في الابابير بتاعتنا. معلقتين سمنة بلدي، انا بحب السمنة البلدي في الابابير يا جماعة. اللي ما عندوش سمنة بلدي وعايز يحط زبدة على زيت، انا وريتكم ده عايز يحط زبدة على سمنة من اللي هي العادي ماشي، لكن انا دايما بحب السمنة البلدي في الابابير. ومعايا هنا بيض. البيض ده بقى تبع كمية الابابير اللي انت عاملاها. لو عاملة كمية كبيرة هتحط بيض كتير زي ما انا عاملة كده، انا كنت حاطة دول 7 بيضات. لو انت عاملة كمية قليلة هيبقى بيضتين 2 بس وهتستكفي تبع الكمية اللي قدامك بقى. وهنحط عليها شوية فلفل اسمر وذرة ملح بسيطة خالص وهنحطها بجنب كده. دي بقى الفطيرة بتاعتنا اللي احنا لمناها على ما قرصنا التقريص بتاع الابابير بتاعتنا وعملنا البيض وفرشنا المكان وكده، كانت خلاص هي بقت كويسة يعني تتفرد معانا بمنتهى السهولة. شفت العجينة بتمط وحلوة ازاي؟ انت خدمت العجينة دايما تلاقيها بالطريقة دي معاك. وخبزناها كده وحطيناها في جنب عشان ترتاح. كمان اهم حاجة اهم مرحلة في الفطير ان انت تريحيه. هتلميه زي هتفرديه تشلتيه الاول بالسمنة والزبدة والسمنة البلدي والقشطة وتلميه وتريحيه وترجعي تلميه تاني وتريحيه. شفتوا الصينية اللي انا حطيتها في الفرن دي؟ انتوا بتخبزهم. هجيلكوا الوقت وانا بخبز عشان اوريها لكم. هتمسكي الرغيف زي ما انا همسكه كده هتحطي في الصينيه اللي قدامك شويه دقيق، رشه بسيطه خالص عشان ما تعملوش ارضيه دقيق ويبقى عامل دقيق كده من ارضيه الابواب وما يبقاش حلو. وهتخبزيه تفرديه بالطريقه دي ويبقى سمكه سنتي. تفردي سمكه سنتي وتحطيه في الفرن ياخد بس تشميعه بسيطه من صهد الفرن، يعني ربع سوا. يعني الابور اللي معايا ده ربع سوا، يعتبر هو لسه عجين، عشان ان انت تيجي تقفليه بالطريقه دي زي الطبق كده يتقفل معاكي. اما يبقى ربع سوا وتيجي تبرميه البرمه دي هيتقفل معاكي بمنتهى السهوله. لكن وهو عجين عمره ما هيتقفل معاكي لان هي لسه عجينه في ايدك طريه، عمره ما هيتقفل بالطريقه دي. لكن احنا بنديله ربع سوا علشان ان هو يتقفل معانا. هتقفليه زي على هيئه طبق، على هيئه طبق كده، يعني تيجي داير ما يدور في داير ما يدور كده، وهتقفلي زي ما انا بقفل الابور كده. كان سخن على ايديا وقاعد يحرقني، بس عشان خاطر عيونكم اعمل لكم كل حاجه.
وعشان خاطر عيون عيالنا وعلشان خاطر كل حاجة حلوة. اما تعملي اي حاجة حلوة بايدك لعيالك بتلاقيكي انت مبسوطة، حتى لو انت تعبانة او تعبت من المجهود اللي انت عملتيه. لو لقيتي مثلا ابنك او بنتك يقولك الله ابابير يا ماما، ده احنا ما شفناش الابابير دي من زمان، بتحسي بمنتهى السعادة، بتحسي سعادة كده. يعني انا مش قادرة اوصفها لكم كنت مبسوطة قد ايه. وبنتي جايه تقولي الله ابابير يا ماما، احنا ما كناش من زمان تعملين ابابير. تبقى حاجة حلوة قوي يا جماعة في البيت. وقوموا اعملوا لعيالكم احلى حاجة من ايديكم ان شاء الله. هوريكم الصينية دي برضو عملتها نفسهم كده. وهنعمل مع بعض الابابير المسكر بقى، علشان احنا هنحط دول في جنب، هنعمل كل الكمية بتاع البيض اهي. شوفوا اوريكم الطبق ده، طبق تحس ان هو ايه، العجينة انت قفلتيها على هيئة طبق بالطريقة دي. اخلص كل الكمية اللي انا عاملها بيض. شفتوا ده بقى، ده بقى اخو جوزي، اقول له الفيديو شغال يرجع وعشان يرجع، الفيديو شغال يرجع وعشان يرجع. قلت له والله لازم اطلع كوباية الشاي بتاعتك دي في الفيديو، وبالفعل ما قصدتهاش. خلصنا الكمية. نرجع بقى للأبابير بتاعتنا تاني. واقول لكم احنا هنعمل ايه. انا قاعده اقوم واقعد في اليوم ده، اجي ابص جنبي مش لاقي حاجه. انا حسيت ان انا عملت رياضه تقضيني لمده سنه قدام. ديت بقى الابابير ام سكر. احنا عملنا الابابير ام بيض، وعرفنا ان هي بتاخد في الفرن ربع التسويه الاول، وبعدين نبرم الحرف بتاعها كده كانه طبق، عشان لما ننزل فيه البيض ما ينزلش من الجناب، يبقى هو متقفل من الاتجاهات كلها. دي بقى القبوري بسكر. هتفردي القبوري اكنك هتخبزي عيش طبيعي خالص كده بالطريقه دي. ودي برضو سمنه بلدي، انا بحب السمنه البلدي في الابابير. عايزه تحطي سمنه عاديه حطي، عايزه تحطي اي ماده دهنيه زبده او اي حاجه تانية حطي برضو، مش هتقول لا. بس انا دايما بحب السمنه البلدي في الابابير. واللي انا حطيته من الكوبايه ده ايه بقى اللي انا هوريهولكوا دلوقتي. هتحطي دي ميه، هتحطي ميه في القبوري. طب مش هيطلع منك، ما احنا بنحط سرسوب بسيط خالص، يعني يعتبر انت بتكتري قطرات كده، نقط بسيطة فوق السكر، لان السكر بتاعنا اللي احنا بنحطه ده خشن. هتدخليه الفرن خشن زي ما هو كده بحتة السمنة البلدي مش هيدوب. لكن المية دي بتطري عفوا يا جماعة، المية دي بتطري السكر في القبوري وتخليه طري وجميل. ما تحطيش السكر وهو حصى زي ما هو كده في القبوري. هتيجي تاكلي القبوري هتلاقيه بيقرش تحت اسنانك، مش هيبقى طعمه لذيذ يعني. او للجماعة اللي بيحبوا الحاجة بتقرش يعملوه كده عادي، مش مشكلة. بس انا دايما بفضل شوية المية علشان تطري لي القبوري وتطري لي السكر اللي فيه. احنا كده خلصنا. وشفتوا بقى ميزة الاسترتش اللي انا فرشاه، انت بتقومي شايلاه بحاله كده وخلاص. انت رميتها في اي مكان، باسكت زبالة ولا اي حاجة، خلاص انت كده حتتك نضيفة، ولا اكنك كنت بتعملي اي حاجة بدقيق. يعني لما تفرشي البتاع ده هيسهل معاكي حاجات كتير في مجهود يعني، وفي غسيل، بدل ما تقعدي تقرصي على طبق بقى وتغسلي في الطبق بعد كده او الصينية بعد كده. ده بيسهل معاكي عملية النظافة شوية. ده سمنة بلدي على زبدة على قشطة على الميكس اللي انا كنت عاملاه للفطيرة في اول الفيديو، اللي انا كنت مورقة بالفطيرة. دهنت وش الابابير المسكر كده علشان هدخلها الفرن. وده بقى البيض اللي انا كنت عاملاه معاكم برضو من دقيقتين 3 كده. هنحط بقى دلوقتي نملى الابابير بتاعتنا اللي هي ام بيض دي بنتي يا جماعة. برضو هي العيلة كلها جاية النهاردة ولا ايه في الفيديو، ما قصدتهاش برضو فسبت. كنت بقول لها انا قولي لي الصينية دي احلام، عشان انا قمت كتير وعملت وقعدت واقوم واقعد حسيت ان انا بعمل رياضة. قلت لها انا قولها لي يا احلام، فانا قولتها لي. ربنا يحميهم يا رب، هم اولادنا واولادكم واولاد المسلمين اجمعين، اللهم امين يا رب العالمين. نزلنا بقى بالبيض بتاعنا في القبوري اهو. على فكرة اما تعملي حاجة زي دي ببيتك وريحة الخبيز ريحة الخبيز ده في البيت لوحده، تحس ان هي سحر، تحس ان هي بتوديكي في حتة تانية خالص كده. اما تشمي ريحة الخبيز ده في البيت تحس ان انت رجعت الايام زمان والخبيز وامهاتنا حاجة كده جميلة والله يا جماعة. الخبيز في البيت ده حاجة حلوة قوي، وريحة الخبيز في البيت حاجة تحفة. نزلنا كده بكمية البيض كلها اهي في الصينيتين بتاعتنا دي، في دي ودي. وملحوظة بقى هنا، ما تمليش العجينة بتاعتك للآخر، لأن البيض لما بيدخل الفرن بيغلي. مع الغليان ده ممكن ان هو يفور ويبهدلك الصينية بقى ويبهدل القبور ويبقى شكله مش لطيف.
احنا مش عايزين الشكل ده. فانت دايما خلي في القبوري حتة مسافة كده ان هي تبقى باينة، علشان لما هو بيقب يعني القبوري البيض بيغلي وبيعمل قرص كده في الفرن وبيقب. دايما خدي بالك من الخطوة دي، خلي سمك البيض قليل شوية عن العجين. شفتوا بقى الفطيرة بتاعتنا بتعمل ايه في الفرن؟ بتقب وبسم الله ما شاء الله، بتقول انا عايزة الناس الأكيلة. ما شاء الله، بألف هنا وصحة يا رب على قلوب كل اللي كلها، اللهم امين يا رب العالمين. الفطيرة بتاعتنا خلصناها اهي، وبقت بالشكل ده ومورقة من جوه ومفيش فيها ورقة ماسكة في التاني. وهنحط القبابير بقى نسويها على نار عالية بقى. احنا سوينا القبابير ربع سوي قبل كده قبل ما نحط فيها البيض، فاحنا نسويها بقى دلوقتي على نار عالية. يعني ما تعليش النار من فوق قوي علشان ما البيض ما يتحرقش منك. مش نار عالية اقولك نار عالية تقوم مشعللة، لا خليها مع الوسط كده. اما اقولك انا مع الوسط عشان ما تعليش اول حاجة تتحرق وتقولي منك لله انا انت اللي قلت لي على نار عالية. خليها وسط يا جماعة، خلي النار وسط. وايدك دايما تدير في الصينية كده. لو انت بتقعدي تفتحي كل شوية وتديري الصينية ليه؟ علشان حمار القبابير يبقى كلها زي بعضها، ما يبقاش في ناحية اتحرقت والناحية التانية لسه بيضة. دايما لما تديري الصينية في اي حاجة مش شرط القبوري بس، انت عارفة حتى لو انت بتعملي فطيرة زي اللي انا عملتها دي ديريها. لو انت بتخبزي عيش هتديري برضو الشقة يمين وشمال كده عشان كل حمار هيبقى ورد وتطلع معاكي محمرة وزي العسل. كده احنا خلصناه وطلعناه زي السكر اهو. عايز بس ان هو يتاكل اهو. بسم الله ما شاء الله، شفتوا الجمال اهو. الارضيه ذهبي، لونها ذهبي وفوق لونه ذهبي وما فيش اي حاجه اتحرقت والحمد لله. دايما لما تاخدي بالك من النار تديكي احلى نتيجه باذن الله. دي برضو القبابير المسكر، بقول لكم ان الجنب ده لسه ابيض هحطه شويه، وبالفعل رحت حطيته شويه اهو. ما تسكتوش يا جماعة، ما تسهوش، انا بفكر بس. انا هديت النار على فكرة عشان لقيت الجنب اللي هناك ده ابيض شوية، فانا هديت النار بحيث ان الجنب اللي هو احمر ما يتحرقش معايا. ودي القبورة بسكر وبسمنة بلدي، بسم الله ما شاء الله، عسل. كانت ريحته جميلة جايبة لاخر الدنيا. شفتوا بقى احلى من كده؟ مفيش احلى من كده. عملنا غدانا وجهزنا اكلنا واحنا بقى فرحنا عيالنا بأقل حاجة خالص. وده كان الشكل والنهائي. ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. لو عجبكم حطوا لي لايك واشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس عشان نكون مع بعض في كل فيديوهات ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامة، باي.